بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المشاهدون أينما كنتم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نعود ولنستمر معكم بإذن الله لتبيان ما خفي وأخفي عن أبناء شعبنا وأهلنا، ما خفي عنهم من حقيقة ثقافة التجهيل والتخريف، حقيقة ثقافة الحسينية. أنتم ملاحظين أعزائي الآن كل ما تكلمنا وقلنا يا أخي يا ملا يا معمم يا شيخ يا سيد، أنت تصعد على المنبر وتجيب لنا روايات وتجيب لنا قصص وتجيب لنا أساطير ما أنزل الله بها من سلطان. طيب يا أخي أعطيني دليل. قال لك أنت وهابي. طيب أنت دعك إن شاء الله أنا وهابي، أنا سلفي، أنا كائنا من أكون. أنت عليك أن تقنعني بدليلك. هو مو تصفيط حكي، هو مو حكي مال مقاهي، مو حكي مال لعبة عيال تطلع على المنبر وشنو ما خطر في بالك تجيب السطرة على هذول الناس اللي تسميهم بعدين تاخذ فلوسهم وتقول عليهم معدان. يعني كلمة وهابي ليس هذا كلام مقنع. أنا الآن جاي أريد أعرف أنت اللي تصعد المنبر وتهبد على الناس بهالكذب وبهالخرافات، أعطيني دليل في سند عقائد من القرآن من السنة. زين، كلمة وهابي أنت أساسا تعرف شنو وهابي؟ كثير من الناس ما يعرفون أساسا شنو الوهابي. هو اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام، هذا المصلح العظيم، أنتم قارينه؟ أنتم اللي لما تقولون وهابية تسمون الناس وهابية. أنتم قارين لمحمد عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب أنتم قارين كتاب التوحيد؟ عندكم مرجع من مراجعكم قارئ كتاب التوحيد؟ هذا تلميذ ابن تيمية. انتم لما تقعدون تتكلمون ويجون يقول لكم ابن تيمية ضد اهل البيت، انتم قارئين منهاج السنة؟ قسما بالله مراجعكم يخافون ان يقرأوا منهاج السنة حتى لا يصيروا سنة، لانه تسدد الابواب. هذا هو الشيخ حسين المؤيد، مرجع من مراجع الحوزة، كان يدرس في قم وهو عراقي. عندما اهتدى إلى منهاج السنة هداه الله إلى السنة وترك التشيع، وأصبح من كبار الدعاة الآن الحمد لله. كل علماء الشيعة السابقين، كل المعممين اللي كانوا على مذهب التشيع، عندما اطلعوا على كتاب التوحيد واطلعوا على كتاب منهاج السنة اهتدوا إلى السنة. هكذا هو حال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أنتم قارين كتاب أحمد بن حنبل حتى أنتم تقعدون وتطعنون بهذا الإمام الزاهد العالم؟ منو من مراجعكم قال لكم أنا قرأت كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل؟ ما يعرفون هاي الكتب ولا مطلعين عليها، هم وراثة يقلدون، يعني ثقافة استحمار. سمع فلان قال وهابي وقالوا يلا وهابية، ابن تيمية كذا كذا يلا ابن تيمية كذا، ابن حنبل ابن حنبل هذا إمام صاحب علم صاحب موقف، هذا الذي وقف في وجه المأمون ورفض أن يخضع لسلطان، أشجع إمام على فكرة. وهذه اللي ثقافة الحسينية ما ترضى تبينها لشعبنا، إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
درس سنة كاملة في الأحواز في مدرسة عبادان. كانت مدرسة عبادان مدرسة سنية كباقي مدارس الأحواز الأخرى. راجعوا إلى مسند الإمام أحمد، وراجعوا إلى طبقات الحنابلة، وارجعوا إلى ابن الجوزي وغيره. شوفوا شلون الإمام أحمد بن حنبل إجاكم يا الأحوازيين ودرس بعبادان عند شيخه المعتمر بن سليمان التيمي. هذا هو أحمد بن حنبل، درس بالأحواز. هم يجون الآن ثقافة الحسينية تقول لكم التشيع دخل إلى إيران من الأحواز. لا، ما دخل من الأحواز، كذابين. لو كانت الأحواز شيعية ما إجا الإمام أحمد بن حنبل يدرس بمدارسها، لأنه هو سني مو شيعي، وباقي العلماء كثار. لكن هذه واحدة من الأكاذيب المضللة لعقول شعبنا تمارسها ثقافة الحسينية. نحن نختم معكم في هذه الحلقة، نختم بهذه اللافتة على أمل أن نلتقي بكم في برنامج جديد ولافتات جديدة نبين بها خطر الحسينية ونكشف فيها تفاهة ثقافة الحسينية. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.